حارس مرمى نادي إشبيليا ياسين بونو الذي تألق خلال مسيرة فريقه للظفر بكأس اليوروبا ليج أثلج قلوب عشاق كرة القدم العرب من المحيط إلى الخليج. لكن صفحات جزائرية ماكرة على منصة فيسبوك نشرت صورته مع تعليق فخر الجزائر. بالطبع انهالت التعليقات بأنه مغربي وليس جزائري وأنه فخر لجميع الدول العربية بلا استثناء. لكن ضجة التعليقات لم تمنع الصفحات من الاستمرار، فاخترعوا له سجلا من اللعب مع أندية جزائرية، فقالت إنه كان يلعب مع مولودية وهران سابقا. وعندما زادت الانتقادات وانهالت التوضيحات، نشرت صفحات أخرى صورا لياسين بونو في طفولته وهو يلعب مع وداد تلمسان وهو في جيل الأشبال. الإصرار على الفبركة كان مضحكا في حد ذاته. الحقيقة هي أن بونو مغربي من مواليد كندا، ونشأ في مدينة الدار البيضاء، وتدرج في صفوف الوداد البيضاوي قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا. الفضل الأكبر في هذا الفوز كما تغنى النادي الأسباني يعود للسبع الذي جلب السابع لهم. يتحدث عن حارس المرمى المغربي ياسين بونو. في تغريدة أخرى يقول النادي: بونو ما يخيبناش، بونو ما يحشمناش، أي تعني بونو لا يخيب الآمال بالدارجة المغربية. بهذا الفوز أيضا بات بونو ومواطنه يوسف النصيري أول لاعبين عربيين يتوجان بلقبين قاريين بعد فوز إشبيليا بلقب المسابقة في موسم 2019 و2020. السابع بونو فاز بجائزة رجل المباراة بعد مباراة طويلة، فقد تألق بونو بتصدياته الرائعة في أكثر من مرة قبل أن يتوجها بتصديه لركلتين ترجيحيتين، الأولى بقدمه والثانية بطرف إصبعه البنصر قبل أن ترتد من القائم الأيمن. جاء ذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بهدف لكلا الفريقين. عن إتقانه صد كرات الترجيح قال بونو إن السر يكمن في ثقته بزملائه على تسجيل الأهداف، مما يشد من أزره أثناء صد الكرات. إيوا هذه جديدة. واش سمعتوا شنو قالوا الصفحات الجزائرية على ياسين بونو ولا ما سمعتوش؟ كاين اللي قال باللي لعب في وهران، كاين اللي قال باللي كان تيلعب في تلمسان قبل ما يجي للوداد، كاين اللي تيقول اصله مغربي وتحول وبدل الجنسيه بغيت نقول اصله جزائري وبدل الجنسيه المغربيه. ضروري واحد ناجح خاصهم ينسبوه لهم باي طريقه، واخا حتى بالكذوب، لدرجه ان الصفحات العربيه والاعلام العربي عاقبيهم وهضر عليهم. وبصراحه هاد الناس هادو ما فهمتش انا واش اي واحد ناجح الا وخاص ينسبوه لهم، وضروري خاص يخترعوا شي حاجه باش يقولوا او باش يبينوا ان هذاك السيد الناجح راه منهم. ما فهمتش انا هاد الناس هادو واش عندهم مرض ولا عرفتش. واش ياسين بونو معروف كان في الوداد وانتم كتقولوا لعب في وهران؟ بصراحه مازال